السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو اول مرة تتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة الفيديو عن مشروع الكونكريت. الخلطة المناسبة لصب الكونكريت. تمام. آه، دي كانت اول مرة اعمل معاكم كونكريت. هنبتدي نعمل بكوباية مية. تمام. ونحطها في اي علبة عشان نقلب فيها. آه، في يعني ناس بتستخدم مادة الكونكريت نفسها، وفي ناس بتشتغل بالجبس والاسمنت. انا هنا هشتغل بالجبس والاسمنت. معايا الجبس اللي هو سينا. ده من افضل انواع الجبس، وفي الدولية برضو. هبتدي احط كوبايتين ونص. الكوبايتين هيكونوا جبس، والنص هيكون اسمنت ابيض. الاسمنت برضو مع الجبس يعني بيخلي القطعة صلبة اكتر وما تتكسرش معانا واحنا بنطلعها من القالب. تمام. ادي كده عايرنا كوبايتين الجبس، هنبتدي نجيب كوباية نص كوباية اسمنت ابيض. هنحطهم على كوباية المية ونقلبهم كويس جدا، بحيث يدونا القوام يعني تقيل شوية. ده الاسمنت الابيض. الفرق بينه وبين الجبس الابيض ان هو بس بيبقى ايه، بياضه مش فاتح قوي، بيبقى بياضه ايه، مدي على رمادي او مخضر سن. تمام. هنبتدي نجيب اي حاجة نقلب بيها. الجبس مع المية. اول حاجة طبعا بنحط المية الاول، وبعدين بنحط عليها الجبس والاسمنت. يعني مش نحط مش العكس، ما نحطش الجبس والاسمنت وبعدين نحط المية عشان ما يكلكعش معانا. ولما نحط الجبس برضو ما بنحطهوش مرة واحدة، بنحط شوية ونبتدي نقلب شوية في شوية. بنرشرش كده على المية بالتدريج، يعني بنبتدي نحط بالتدريج. تمام. واهم حاجة التقليب، ان احنا نقلب كويس جدا عشان مفيش اي حتت تبقى مكلكعة في الخليط. عشان كل ده بعد كده يعني لما القطعة تطلع كويسة ما فيهاش اي عيوب. خلاص. هنا لقينا يعني حطيت نص الكمية، كانت ال يعني كانت سايلة شوية، فزودت بقى الكمية كلها عشان بس ما اطولش معاكم الفيديو. واهم حاجة قبل ما نصب نتأكد ان القالب بتاعنا نضيف، نكون غسلينه ومسحينه كويس. والتقليب الصب برضو بيبقى بالتدريج. يعني انا بصب شوية وبحط القطعة كده على اي صينية عندي او اي خشبة عشان اقلب بيها. لو انا مش عايزة امسك من القالب نفسه، وعايزة امسك، يعني ابقى حاطة القالب كده في صينية بحيث ان انا يسهل عليا ان انا ارجها من غير ما ابقى ماسكة القالب. ببتدي برضو اخبط على جوانب القالب كويس جدا عشان كل البابلز يطلع. شايفين معايا البابلز اللي بيطلع؟ كل البابلز ده لازم نخرج البابلز وفقاعات الهواء دي كويس عشان القطعة ما تطلعش مخرمة وما تطلعش فيها عيوب. لان هي لما بتنشف فقاعات الهواء دي بتبقى عبارة عن خروم صغيرة كده بتبقى في القطعة باينة يعني. فعشان القطعة بتاعتنا ما تطلعش فيها اي عيوب لازم نخبطها كويس ونرجها كويس عشان كل البابلز وفقاعات الهواء دي ايه تطلع. وبرضو الصب يكون بالتدريج، ده برضو مهم جدا. كل ما بصب كمية ببتدي بقى اسويها في القالب
وببتدي ان انا اخبط القالب واهزه كويس جدا. وكل ما بتطلع اي فقاعات بقوم جايبة بطرف السكينة كده، وبقوم ايه يعني مفرقعاها يعني. وبرضو في كذا طريقة ان احنا برضو لما الفقاعات دي تطلع على الوش ان احنا نخلص منها. في ناس بترش كحول، وفي ناس بتستخدم زي الولاعة كده. برضو الحاجات دي بتساعد ان احنا نتخلص من البابلز. وانا جربت برضو موضوع الكحول بس مش في الفيديو ده، بس جربته في فيديو تاني كان بيخلي كل البابلز اللي بتبقى طالعة على الوش بتختفي. طبعا مع اهم حاجة طبعا ان احنا نخبط ونقلب في القالب كويس. تمام. انا كل شوية لما قبل ما بصب ببتدي اقلب الخليط في العلبة برضو كويس، عشان ايه من ان هو ما يمسكش ما يبتديش ينشف معاه في العلبة نفسها اللي انا بقلب فيها. لان احنا على ما بنخبط كده في القالب الخليط اللي جوه العلبة نفسه بيبتدي يمسك. فلازم الخطوة دي برضو تبقى سريعة، يعني نبتدي نخبط في القالب كده بسرعة بسرعة، ونصب في القالب واحدة واحدة بالتدريج. المهم بعد ما بنخلص الخطوة دي بنسيب القالب حوالي ساعة لحد ما نتأكد ان هو نشف تماما. خصوصا في الشتاء، لان بياخد وقت في الشتاء على ما بينشف. المهم عدت الساعة والقالب الكونكريت اتصلب يعني في القالب، وابتدينا نخرجه مع بعض بالراحة. اهم حاجة ان احنا نخرج القطعة من القالب السيليكون، نخرجها بالراحة برضو عشان ما تتكسرش مننا، لان كل الحاجات ديت معرضة للكسر. هنا القطعة كانت عدت عليها ساعة ونشفت. بنسيبها برضو برا القالب في الشتاء حوالي اسبوع. شايفين معنا هي هنا الخروم اللي طالعة دي الصغيرة اللي قلتلكوا عليها، هي دي البابلز والفقاعات اللي هي كانت مخرجتش من القطعة واحنا بنخبطها، مع ان انا خبطتها جامد جدا، بس ايه برضو طلع فيها شوية عيوب. تمام. احنا ممكن نداري العيوب دي، يعني بدل ما نرمي القطعة خالص ممكن نداريها بالاحجار او بالشجر. نلزق عليها الاحجار والشجر وهتتدارى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وهنا انا كنت طبعا عملت بقية القطع مع نفسي يعني برا الفيديو، بس عشان ما اطولش عليكم مدة الفيديو. بس قلت اوريكم النتيجة النهائية يعني في القطع. وانا كنت جاي عاملة حوالي يعني عندي 6 قوالب يعني. بس انا مصورة 5 بس. تمام. دول القطع اللي طلعوا معايا مظبوطين. الكوسترين والبونبونيرة والعلبة دي اللي بغطا والفازة. ممكن العلب ديت تتعمل علب او تتعمل مبخرة. لو جبنا لها الطبق بتاع المبخرة ممكن تتعمل يتحط فيها الاكسسوارات او مقلمة. ممكن تتحط بس كده ديكور على الترابيزة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايكات الكتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وتستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.